ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ بالفيديو اللي فات اتكلمنا بشكل اساسي عن النتورك، وقلنا ان النتورك حاجة كور بالنسبة لينا، لان في الاخر الكلاينت بيعتمد على النتورك عشان يقدر يوصل للسيرفر، والسيرفر بيعتمد برضه على النتورك عشان يقدر يبعت الريسبونس لليوزر. وقلنا على مجموعة من التحديات اللي هتواجه اي حد بيعتمد على النتورك بشكل اساسي. تمام. النتورك هنسيبها شوية، هنرجع للنتورك تاني، يعني احنا لسه مخلصناش كلام في النتورك، في حاجات لسه فاضلة في النتورك، بس هناخد topic مهم دلوقتي. تمام. إيه هو؟ الclient لمّا بيبعت request للسيرفر، تمام، الclient بيبقى مستني response. الclient عشان يفهم الresponse ويقدر يعرضها للuser بتاعه، بيبقى عاوز الresponse بطريقة معينة أو بفورمات معين. طب الclient هو عارف نوع الresponse اللي هو يقدر يعرضها للuser، أو نوع الresponse اللي هو يقدر يفهمها. بمعنى إيه؟ لو أنا كمحمود يعني ما أعرفش غير عربي، تمام، وبابعت رسالة لواحد فبابعتها بالعربي، هو لو رد على الرسالة بتاعتي بالإنجليزي فأنا مش هاعرف، أنا ده مجرد تكست بالنسبة لي، أنا مش قادر أعمل له بارس ولا أفهمه، فهيحصل لي crash. تمام. هي نفس الحكاية بالنسبة للسوفت وير، أنت كل الكلاينتس بيبقوا مختلفين. أنت ممكن يكون عندك الكلاينت مجرد موبايل ابلكيشن، الكلاينت ممكن يكون براوزر، سوفت وير براوزر بيرن عند ماشين خاصة باليوزر. تمام. فكل كلاينت بيبقى محتاج الريسبونس بفورمات معين عشان يقدر يعمل لها بارسنج ويعرضها لليوزر. تمام. طب مين اللي بيرجع الفورمات ده؟ السيرفر. طب افرض الكلاينت ده عاوز فورمات واحد، والكلاينت ده عاوز فورمات اتنين، والكلاينت ده عاوز فورمات تلاتة، مين يحدد إذا كان السيرفر ده يدعم الفورمات ده والّا لأ؟ هو الback end logic. تمام. أنت في الback end logic قادر تقول والله أنا الlogic بتاعي قادر يبعت لك الdata بتاعتك بفورمات 1 أو 2 أو 3، أو قادر يسبورتهم كلّهم، قادر يعمل support ليهم كلّهم، أو ما بيرجّعش غير فورمات واحد بس. فالclient يبدأ يعرف والله إن السيرفر ده ما بيدعمش غير فورمات مثلًا X، فهو هيبدأ يهندل الموضوع ده من عنده. ممكن أنت تكون بتدعم X وY وZ، يعني في الآخر هي على حسب الbusiness وعلى حسب الlogic بتاعك. فإحنا هنيجي نشوف أشهر الformats اللي الناس بيستخدموها لمّا software اللي هو بالنسبة لنا اللي هو الclient، software عند الclient، في الآخر الsoftware ما هو إلا الclient ما هو إلا software. تمام. بيرن على الماشين الخاصة بالclient، سواء براوزر أو web app. لمّا بيروح يكلم السيرفر، المفروض السيرفر بيرد عليه بطريقة معينة. نيجي أسهل حاجة اللي هي الHTML، مش أسهل حاجة، يعني الحاجة اللي كان الناس بيستخدموها ولغاية دلوقتي بتستخدمها في الويب بكثرة، وبتعتمد بشكل أساسي على الويب براوزر. الHTML أنت بتبعت للبراوزر بتقول له والله رجّع لي HTML، أنت بتبعت للسيرفر، البراوزر اللي هو الclient بيبعت للسيرفر request، السيرفر بيرد عليه response، الresponse بتبقى عبارة عن document نوعها HTML. السيرفر بالنسبة له الdocument دي بتبقى مجرد text، يعني هو مش فارق معاه، هو بالنسبة له مجرد استرنجات مكتوبة. فاهمين قصدي؟ البراوزر زي مثلًا مايكروسوفت إدج، سفاري، جوجل كروم، أيًا كان نوع البراوزر اللي أنت بتستخدمه، بتبقى بقى دي مهمته أول لمّا يستقبل الresponse اللي هي بتبقى عبارة عن text شبه ده اللي هي الHTML، يبقى هو ياخده يعمل له parsing ويظهره بطريقة معينة للuser. بمعنى إيه؟ تعالَ نشوف مثال عملي. أنا عندي مثلًا الpage دي أنا شغال على البراوزر اللي هو المايكروسوفت إدج، في الآخر دي لو أنا عملت inspect كده هالاقيها مجرد HTML document. لو أنت ملاحظ doc type نوعها HTML، هي بشكل أساسي هي مجرد text، يعني فاهمين قصدي؟ بس مين اللي قادر يعمل لها parsing ويظهرها بالأسلوب أو بالطريقة دي؟ هو البراوزر. تمام. البراوزر بياخد الtext ده ويبدأ يعرضه بصورة معينة للuser. أمّا السيرفر ما لوش دعوة، السيرفر ما عليه إلا هو اللي بيهندل الrequest وبيرجّع الفورمات زي ما الclient عاوز، لو هو بيدعم الفورمات ده. تمام. نيجي لتاني حاجة وهي الJSON. إحنا عندنا مثلًا حاجة زي الmobile applications، أنت لو رجّعت للmobile application مثلًا، الmobile application ما بيعتمدش على الHTML، هو مش عاوز HTML. تمام. هو مش براوزر، يعني أي app مش براوزر،
الموبايل application بيبقى عاوز الdata pure كده، يعني أنت لو ركّزت مثلًا على الdocument دي اللي هي الHTML، أنا مثلًا بابعت البيانات بتاعتي محمود ما أعرفش وهكذا، معلومات شخصية عني، تمام، personal page for محمود اللي هي الdescription بتاع الpage، ومحمود رضا وشغال إيه والportfolio كذا، 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 كذا. بالنسبة للموبايل هو مش مهتم بالهاسل ده كله، هو عاوز الpure data. ففي فورمات الناس بدأوا يستخدموه خصوصًا مع الmobile applications، تمام، بيقول لك إيه، اللي هو الJSON بيبقى عبارة عن JSON object، أنت بترجّع الpure data من غير أي tags ولا غير الحوارات دي كلّها، أنت بترجّع الpure data، والموبايل app بعد ما بيستقبل الresponse بيبدأ يقرا الdata دي ويبدأ يظهرها بفورمات معيّن، تمام. تمام، يبقى أول حاجة إحنا قُلنا إحنا عندنا فورمات اللي هو بارجّع HTML والبراوزر يروح خلاص عامل لها يروح ظاهرها، البراوزر هو اللي مسؤول إنه يظهرها بطريقة معيّنة، هو اللي يعمل لها parsing ويظهرها، أو أنا بارجّع data الdata دي ممكن مين يستقبلها، ممكن موبايل app، web app، ويب app framework هيستقبل الJSON زي مثلًا Angular، React، أو موبايل app زي أندرويد أو service تانية، يعني ممكن في application تاني بيكلم الapplication يعني back end logic بيكلم الback end logic بتاعي، بيقول له والله أنا عاوز منك الdata بتاعة محمود، تمام، فهو مش هيستفيد حاجة لمّا أنت تبعتها له كdocument، هو لسه هيكون مضطر يدخل بشكل manual يعمل extract يجيب الdata اللي هو مهتم بيها، لأ، أنت تسهيلًا للموضوع أنت بتبعت له JSON object عشان JSON object هيقدر يلاقي فيه الdata اللي هو مهتم بيها على طول. طب هل مثلًا في حاجة أفضل من حاجة في المطلق؟ يعني أنا ممكن أقول لك استخدم JSON وما تستخدمش HTML، لأ، أنت على حسب نوع الحاجة اللي أنت بتعملها. يعني أنا لو باعمل application هيrun في البراوزر هيrun الclients بتوعه بشكل أساسي بيستخدموا البراوزر، فهارجّع HTML. طب لو أنا عندي والله الclients بتوعي ممكن يكونوا بيستخدموا web frameworks زي Angular، الناس بتوع الfront end وكده، زي Angular أو React أو mobile apps، فساعتها هارجّع JSON. طب هو أنا والله لأ، أنا عندي الاتنين، عندي والله ممكن clients مستخدمين يستخدموا الapplication بتاعي عن طريق الويب وعن طريق الموبايل apps وهكذا، فاهمين؟ فإحنا ممكن نعمل ندعم الHTML، يعني أنا مش هاستخدم backend frameworks، مش هاستخدم ولا React ولا JSON ولا حاجة، أنا هادعم الويب هادعم اللي هو HTML direct، هارجّع HTML direct، وفي الموبايل apps هارجّع JSON، فهي على حسب أنت هتعمل إيه، ما فيش حاجة أفضل من حاجة. تالت فورمات معانا وهو فورمات مهم الXML. الXML أنت في الغالب مش هتقابله غير مع الحاجات الlegacy بشكل أساسي، أنت زي ما أنت شايف كده، أنا بابعت الdata هو نفس فكرة الJSON، تمام، هو جامع بين الJSON وما بين إيه، وما بين الHTML. الHTML هو جامع بين الJSON والHTML، اللي هو أنت في الآخر بتكتب الtag بتاعك بيبقى custom tag، يعني مش حاجة predefined، يعني أنت في الHTML الميتا دي الHTML بتدعمها كلغة، title HTML تدعمها كلغة، الtag ذات نفسه الstyle HTML تدعمها كلغة، فاهمين قصدي؟ الdiv الbody، لكن في XML هي بيوفر لك طريقة إن أنت تكتب custom tag من عندك، فاهمين قصدي؟ تكتب الname، تكتب الrule، تكتب الskills اللي عندك، فالXML لأ أنت هتقابلها، ممكن مش تقابلها كأنك أنت client بيكلم الback end فيرجّع له الresponse، بس ممكن تقابلها مثلًا في حاجات تانية كتير. الناس اللي شغالين مثلًا أندرويد هيقابلوا الXML، فاهمين قصدي؟ فده نوع فورمات معيّن برضه هو كمان. فإحنا هنيجي للمختصر بين ال3، أول حاجة الHTML يعني موجودة من زمان من 1991، تمام، كان مُعتمد عليها الويب بشكل أساسي قبل ظهور الموبايلات وكده، حاجة بترندر على الويب براوزر زي كروم وفايرفوكس وسفاري. تاني حاجة ظهر الJSON هو simple وأسهل وقادر تقراه، تمام. زي ما قُلنا مين اللي بيستخدمه بشكل أساسي الويب والموبايل apps،
الweb الreact والangular والflutter تمام. تاني حاجة الweb frameworks بتاعة react وangular وflutter. أنت الweb frameworks دي لو أنت مش شغال لو مش شغال front end، هم بياخدوا الJSON والJSON ده يبدأوا يعملوا له parsing ويبدأوا يظهروا الdata بتاعته بأسلوب معين. تمام، أو أي back end service تانية أنت كاتبها ممكن تقرا الJSON ده وتقرا الdata منه. الXML أنت بشكل أساسي في الأغلب مش هتقابلها إلا في حاجات enterprise أو حاجات legacy تمام. ممكن تقابلها برضه في حاجات زي بتوع الأندرويد، بتلاقي مثلًا في حاجات descriptions وما أعرفش إيه والحاجات دي، هتلاقيهم في XML. حتى في Spring Boot قبل كده عشان تعمل configuration كانوا بيكتبوا الconfigurations في XML file. فاهمين قصدي؟ ولغاية دلوقتي في عندك boom .xml. فهي XML يعني ليها استخدامات كتيرة. تمام، تمام. نيجي بقى لنقطة مهمة، نيجي للURL. دي نقطة مهمة برضه عاوزين نوضحها. أنت أي URL بيبقى متكون من كذا section تمام. البروتوكول أنت لو ما تعرفش HTTPS أو HTTP ده هنيجي وهنشرحها بالتفصيل ما تقلقش. الدومين اللي هو زي مثلا جوجل، أنا بكلم جوجل ده الدومين بتاع جوجل دوت كوم اللي هو في الآخر بيتحول ل IP address، ودي برضه هنجيلها بالتفصيل ما تقلقش. بس أنا بالنسبة لي اللي عاوزك تفهمه حاليا هو حاجة واحدة، اللي أنت بييجي لك الrequest كده بيبقى متكون من بروتوكول ودومين والبورت. شرحنا البورت، ويبقى عندك الباص اللي هو ده. عن طريق الباص وعن طريق الكوري بارامترز دي هنشرحها بعدين. فراجمنت دي بيستخدموها في ايه، بس خلينا نركز دلوقتي على الباص والكوري بارامترز. وخلينا نركز اكتر على الباص عشان ده اللي هنعتمد عليه في البروجكت بتاعنا. عن طريق الباص انت بتقدر تعرف اليوزر ده عاوز انه داتا بالظبط تمام. زي ما ادينا امثله قبل كده لمّا قوّمنا server والserver ده كان بيlisten على port معيّن، وكنا بنرجّع data والserver ده كان بيlisten على port معيّن الbackend logic بتاعنا. لمّا كان بييجي له request من الclient هو بناءً على الrequest ده كان بيرجّع response تمام. بس أنا مش عاوز الresponse بتاعتي تكون ثابتة. يعني أنا مثلًا عاوز أقول له والله أنا لمّا آجي لك مثلًا أقول لك تعالَ كده نعمل format. لمّا آجي لك مثلًا أقول لك أنا عاوز بيانات محمود، أو مثلًا أقول لك تعالَ أنا عاوز صفحة الindex، فأنت ترجّع لي صفحة الindex تمام. آجي أقول لك والله أنا عاوز صفحة الabout، الpage بتاعة الabout index.html، فأنت ترجّع لي. وهنا الabout.html، فأنت ترجّع لي الabout.html تمام. فاهم معايا؟ فأنا هنا عندي server هييجي له ريكوستات من client معين أيًا كان نوع الclient ماشي. وفي المثال بتاعنا ده هيبقى مثلًا لو طالما إحنا بنتكلم عن الindex.html فهو هيبقى web browser مثلًا. فييجي مثلًا عن طريق الراجل ده عن طريق الnetwork، هييجي مثلًا ده باللابتوب بتاعه كده، ييجي يبعت لك request والله أنا عاوزك الindex.html، فأنت ترجّع له الindex.html تمام، تمام. المثال بقى اللي أنا عاوز أعمله، اللي أنا هنستغل الباص ده في إيه بقى، في الproject. خلّينا نبقى نشرحه في الproject تمام، تمام. فأنت هتعتمد على إيه بقى، على الباص. نرجع اللي هو الباص ده عشان تبدأ تحدد الuser عاوز إيه بالضبط تمام. فأنت هتعتمد بشكل أساسي على الباص عشان تبدأ تحدد الuser عاوز إيه بالضبط. ده فايدة الباص بشكل أساسي. يعني أنت الURL
الHTTP بيحدد البروتوكول، الdomain بيحدد من خلاله بنقدر نوصل للسيرفر اللي هنكلمه، الport من خلاله بنقدر نحدد الapplication logic الback end logic اللي موجود على السيرفر الخاص بالdomain ده اللي هيهندل الrequest بتاعنا. من بعد كده من أول الpass والquery parameters كأنك بتقول للسيرفر أنا عاوز إيه بالضبط، تمام؟ زي ما شُفنا في الرسمة بتاعتنا دي، أنا كإني باستغل الباص باقول له والله أنا عاوز index.html فالback end logic المفروض يفهم إن الراجل ده عاوز الindex.html فيرجّع له index.html يقول له والله عاوز الabout .html فهو يفهم إنه عاوز الabout.html تمام؟ تمام. دي نقطة مهمة. نيجي بقى للproject. acceptance criteria تمام، أنت لمّا تكون شغال في شركة تمام، بييجي الراجل بتاع الbusiness بيكتب task معيّنة، بيقول لك والله الtask دي أنا بالنسبة لي هتكون مقبولة وتمام لمّا تحقق الacceptance criteria معيّنة، acceptance criteria دي بالنسبة له اللي هي الحاجات اللي المفروض تتحقق في الimplementation بتاعك، عشان بالنسبة له إنه يعتبر التاسكاية done خلصت أو بتحقق الbusiness need أو بتحقق الحاجة اللي هو عاوزها منك. يعني بالبلدي كده، هو جايب حاجة عاوزك تنفّذها، مش هيدّيك يقول لك نفّذها وخلاص، لأ، هو بيكتب بيقول والله أنا بالنسبة لي عشان الحاجة دي تكون بالنسبة لي أعتبرها شغّالة مضبوطة وتمام، لازمًا تكون بتحقق 1 و2 و3 و4 وأنت بعد ما تخلّص implementation تعالَ نشوف هل الimplementation بتاعك ده بيحقق 1 و2 و3 و4 والّا لأ. ده المختصر يعني بكلام كده إيه، بالمختصر البسيط وكلام بسيط بدل الجعلصة بتاعة الإنجليزي، مفهوم الacceptance criteria تمام، فإحنا عندنا project اسمه web server data formatting الweb server ده عاوزين يmeet الfollowing criteria اللي هو إيه، أنت بناءً على الURL اللي باص تمام، ده project أنا مخترعه من دماغي يعني أنت بناءً على الURL اللي باص أنت أكيد عارف يعني إيه الURL اللي باص دلوقتي، أنا أقصد ده تمام، هتعمل إيه؟ هترجّع لي لو جالك مثلًا API students لو الباص ممكن يتكوّن من أكتر من slash يعني الباص مش اللي هو ممكن يكون slash block بس، لأ ممكن يكون slash block slash item slash فاهمين قصدي؟ يعني هو مثلًا ممكن مش حاجة واحدة، هو ممكن ده كلّه نعتبره باص، يعني أنا ممكن أقول لك slash category مثلًا slash product slash لغاية بقى ما لا نهاية، ده كله أنا ممكن أعتبره باص، فاهمين؟ يعني ده كله أنا أعتبره باص بالنسبة لي. ماشي، فأنت الURL باص، أنا باقول لك أول حاجة أنا عندي slash API students لو جالك request make HTTP get request دي هنيجي لها ما تقلقش، أنت بس ركّز معايا في الباص، إحنا هنرجع للنتورك تاني وهنشرح الHTTP وهنشرح الGet وهنشرح كل الحاجة، بس أنا عاوزك بس تركّز معايا في فكرة الAPI students اللي هو الباص، عاوزك ترجّع لي الفورمات بتاعة الresponse في JSON format تمام؟ حلو، طب ماشي، أنا لو جيت لك الend point وقُلت لك students HTML مثلًا كذا، 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 كذا. عاوزك ترجّع لي نفس الdata بس بفورمات HTML أهو، أنا عاوزك أنت كserver تدعم إيه، تدعم الJSON والHTML إيه ده هو أنا ينفع أنا اللي أتحكّم في الحوار ده؟ آه، أنت ينفع عادي. طَب عاوزك تدعم الفورمات بتاع XML تمام، students/XML طبعًا في طريقة standard اللي أنت تقول للserver والله أنا عاوز الcontent type بتاعي يكون من نوع كذا غير من غير من إنك تعتمد على الباص، بس أنا عشان في المثال ده عاوزين نوضّح الدنيا ونخلّي الدنيا simple أوي، بس أنت في طريقة standard بتعتمد فيها حاجة على الHTTP content type بتقول له حاجة في الHTTP protocol هنيجي لها بعدين، يعني ده مش الbest practice لمّا بتعتمد على الHTTP بس دي حاجة مثال توضيحي لا أكتر ولا أقل، ماشي؟ لمّا ييجي لك students
سلاش اكس ام ال رجع لي الداتا في فورمات اكس ام ال فورمات. هل في مشكلة لحد هنا؟ ما اظنش في مشكلة. بس عندنا شرط رابع، حاجة عشان اعتبر ان الكود بتاعك تمام. اول حاجة احنا هنتكلم على برنسبل مهم عندنا separation of concern. ده كونسبت مهم، والسنجل ريسبونسبيلتي ده برضو كونسبت مهم جدا. بس احنا بدل ما نقول كلام نظري ايه هو separation of concern وبلا بلا 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 اللي هو كلام تحس ان انت حافظ حاجة وبتسمعها، لا هنشوفها بشكل عملي. تمام. تمام. الحاجة الرابعة بشكل أساسي اللي احنا في البروجكت ده هنعتمد بس على موديول واحد. هنعتمد على موديول واحد اللي هو الموديول بتاع من نود جي اس، اللي هو الموديول اسمه نت. ليه؟ عشان هو سيرفر وليسن، اي حاجة تانية هنعملها كاستم بنفسي. تمام. تمام. طب تعال هنروح نكتب الكود كده على طول. لا، تعالى كده احنا نكتب اول حاجة. تعالى. معرفش الراجل ده ماله كل شوية يغير. ماشي. تعالى هنا. انت ايه يا عم مالك؟ ايوه. تعالى. ماشي. خلاص. ماشي السايز. معلش يا جماعة هنخلي الفونت سايز لارج، ونعمل زوم عشان يبقى 100%. تعال احنا أول حاجة عاوزين نعمل ايه؟ نكتب. احنا عاوزين نعمل ويب سيرفر صح؟ ماشي. فأول حاجة بالنسبة لنا نبدأ نعرف، خلي ده ابروتش عندك عموما، نبدأ نعرف الفانكشنال requirements. تمام. ايه هي الفانكشنال requirements بتاعتي؟ ايه هي الحاجة اللي المفروض الابليكيشن بتاعي يحققها عشان اقدر اقول عليه انه بيحقق البيزنس نيد؟ يعني بيحقق الحاجة المطلوبة. أنا ممكن تكون مطلوب مني إكس وأنا أروح أعمل حاجة معقدة جدا، معقدة وصعبة، وهي فعلا من ناحية التكنيكال تكون صعبة، بس في الآخر مش ده اللي الناس عاوزاه. في الآخر كل المجهود اللي أنت عملته ملوش لازمة. فأنت اللي بيقيس الحاجة بتاعتك معمولة صح ولا غلط، أهم مبدأ فيها اللي هي بتحقق إيه المطلوب. تمام. مش اللي أنت عامل الحاجة معقدة ولا لأ. ده حاجة المفروض تظبطها وأنت لسه بتتعلم، وأنت لسه بتتأسس في البرمجة. فاهم قصدي؟ يعني دايما مش إنك تعمل الحاجة الصعبة هو ده المطلوب، لأ إنك الحاجة اللي هتعمله، الimplementation اللي هتعمله يحقق المطلوب. تمام. تمام. ده أهم حاجة. فأنا بالنسبة لي أي الfunction requirements اللي أنا أكريت سيرفر. ماشي. السيرفر ده ماشي. تعالى كده. السيرفر ماشي. السيرفر ده هيليسن على بورت معين. تمام. تمام. أول حاجة بيز. بناء على اليو ار ال اللي جاي لي هريترن هنريترن الداتا اللي هو بالنسبة لنا ايه بقى؟ جيسون اكس ام ال مثلا. تعالى كده معايا. تالت حاجة احنا قلنا عليها HTML. حلو. ده بشكل أساسي requirements اللي احنا المفروض نحققها. تمام. تمام. نيجي للنون functional requirements. النون functional requirements ممكن الناس تقول عليها حاجات مش مهمة، لا بس هي بتبقى حاجة مهمة جدا. نيجي
ده بقى تاسك ليك، أنت لو مش فاهم concept الnon function requirements ممكن تعمل search عليه وتحاول تفهمه لنا وتشرحه لينا، تمام، في الكومنتات لو حبيت تشارك يعني المعلومة معانا. الnon function requirements بالنسبة لنا هي إيه؟ اللي إحنا نكتب نحقق الseparation of concern. ماشي، ونحقق إيه؟ ماشي، أنا مش عاوز آخد الموضوع اللي هو إيه، آخد الموضوع زي ما بتلاقي في فيديوهات وكتب بتاع اللي إحنا بنسمّع غيبًا، إيه هي الsingle responsibility كذا، 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 إيه هي separation of concern كذا، 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 لأ إحنا هنشوفها بشكل عملي بإذن الله. فأنا عندي ده بالنسبة لي الproject بتاعي، فأنت أهو قبل ما تعمل implementation لأي حاجة، ابدأ قسّم الموضوع لfunction requirements وnon function requirements. ماشي. الfunction requirements بشكل أساسي إيه اللي الapplication بتاعك المفروض يحققه، وإيه الapplication إيه الapplication بتاعك المفروض يحققه. الnon function requirements زي ما قُلت أنت اعمل search بسيط، حاول توصل للمعلومة، افهمها، أو لو حبيت تشاركنا المعلومة في الكومنتات يا ريت تشاركنا، هتبقى إفادة جميلة منك يعني. طب الnon function requirements اللي المفروض نحققها في الproject ده إيه؟ الseparation of concern وsingle responsibility. ماشي، أنا خلاص عرفت الfunction requirements والnon function requirements. قبل ما أحط إيدي في الكود لسه ما تستعجلش على الكود، هنيجي للكود دلوقتي. أعمل إيه؟ أحدد الAPI endpoints بتاعتي، تمام؟ ما أعرفش هل الأحمر باين والّا الأسود أحسن؟ ما أعرفش، نخلّينا في الأسمر، أسمر على أسود ماشي. أعمل design للendpoints بتاعتي هتبقى شكلها إيه؟ زي ما قُلنا إحنا أول حاجة عندنا اللي هي الlocal host. ده برضه حاجة ليك كمان لو أنت ما تعرفش معنى الlocal host أو إيه مفهوم الlocal host، فاعمل search عليها وحاول تفهمها، تمام. عندك الAPI endpoints، تمام. أنا لو عندي الراجل جاي لي request كده، جاي لي request وجاي يقول لي API students، فأنا هنا الresponse بتاعي المفروض ناخد أول الresponse بتاعي المفروض تكون إيه؟ JSON data، تمام. طب ماشي، نيجي برضه الراجل هيجي الlocal host، ماشي، هيجي يعمل لي كده، هيجي يعمل لي students، ماشي students. أنا بقى هاعتمد على الباص عشان أحدد الفورمات اللي أنا عاوزه، هيقول لي HTML، فأنا هاروح مرجع له HTML document. حلو، حلو. طب أنا الراجل قال لي local host وعمل لي كده students، ماشي، وقال لي إيه الفورمات التالت XML، ماشي. تعالَ أرجّع له XML، تمام. نrecap أول قبل ما نخش على الproject، تمام. إحنا قُلنا السيرفر لمّا بييجي له request السيرفر قادر يرجّع الdata اللي عنده في أكتر من فورمات. قُلنا أشهر فورمات موجود ناس كتير بتستخدمه هو الHTML بشكل أساسي اللي بيعتمد عليه البراوزر بياخده بيعمل له render بأسلوب معيّن عشان يظهر للuser آآ كحاجة يعني حاجة يعني الuser قادر يشوفها من غير ما تكون هي مجرد كلام وخلاص أو كتابة وخلاص، لكن بالنسبة للسيرفر بيكون مجرد text لا أكتر ولا أقل. قُلنا تاني حاجة عندنا الJSON format، الJSON format فايدته إيه؟ أنت فيه ممكن يكون عندك web frameworks مختلفة زي الAngular زي الReact، ما بيكونوش مهتمين بالHTML، لأ هم مهتمين بالpure data، الpure data عشان ياخدوا هم يظهروها بالأسلوب المعين بتاعهم، تمام.
عندك service تانية service أو back end service عاوزة تكلم الservice بتاعتنا وهي مش مهتمة بالHTML خالص، هي مش عاوزة الفورمات الHTML. أنا ليّا أخش أعمل search على الdata اللي أنا عاوزها جوّه الHTML، دي مسؤولية الbrowser، أنا مش browser، أنا عاوز الdata وخلاص. تمام، وبرضه الmobile applications مش بيبقوا عاوزين الdata في فورمات HTML. أنا مش مهتم بالHTML، دي شغلانة browser. تمام، أنا مش browser، أنا لو browser هاقول لك جيب لي HTML. فعشان كده بيفضّلوا إن هم يبعتوهم JSON. الXML هو يعتبر حاجة بين أنا باعتبرها أنا عن نفسي حاجة بين الJSON وبين الHTML. اللي هو إيه بقى، أنت بتكتب tags وبس الtags أنت بتكون custom tags أنت محددها وبتكتب في الdata اللي أنت عاوزها. بس هو يعتبر حاجة مش هنقول legacy، حاجة ما عادش الناس بتعتمد عليها بشكل كبير دلوقتي في المشاريع الجديدة أو الprojects الجديدة. تمام، بس هل هتتعامل معاها؟ هتتعامل معاها. هل الXML كconcept هتقابله؟ هتقابله. تمام، لأن أصلًا في frameworks كتيرة بتعتمد عليها. Angular كان Angular لأ مش Angular Spring كان بيعتمد على XML عشان يعمل configurations. أندرويد كانوا أظن لغاية دلوقتي بيعتمدوا على XML عشان يعملوا الview بتاع الfragment والactivity والحوارات دي. ما أعرفش بقى Flutter فيها الحوارات دي والّا لأ، بس ما أظنش. بس هتقابل الXML أيًا كان الframework اللي أنت بتستخدمه كconcept يعني. تمام، تاني حاجة اتكلمنا على الURL. الURL قُلنا الHTTP هنيجي له، قُلنا الdomain ده في الآخر بيترجم الIP للسيرفر اللي أنت رايح تكلمه، وقُلنا الport شرحناه، وقُلنا الbus إحنا بعد الport كل اللي جاي بيحدد إحنا عاوزين، بنقول للسيرفر تجيب لنا أنهو data بالضبط من عندك. تمام، فإحنا هنعتمد على الbus. تمام، في المثال بتاعنا اللي إحنا في الproject اللي هنستخدمه اللي هو الblog. تمام، إحنا قُلنا الproject بتاعنا إحنا هييجي لنا request وبناءً على الrequest ده هنرجّع الdata في specific format. وقُلنا أهم حاجة بالنسبة لنا اللي إحنا نراعي separation of concern وsingle responsibility. تمام، تمام. بس هل إحنا برضه رُحنا عملنا يعني أول لمّا خدنا كده الrequirements بتاعتنا جرينا على الكود وكتبنا اللي إحنا عاوزينه؟ لأ، إحنا رُحنا عملنا list للحاجة اللي إحنا عاوزين نحققها. قُلنا أول على الconcept بالنسبة لنا في project اسمه web server، ده اسم الproject، في function requirements إيه الحاجة اللي المفروض الproject بتاعك يحققها. تمام، قُلنا أول حاجة اللي إحنا هنcreate server، الserver ده يكون listen على port وbased on الURL هنرجّع الdata في format معيّن، إما JSON إما XML إما HTML. وnon function requirements دي برضه حاجة ليك أنت حاول تبحث عنها وتفهمها. بس الnon function requirements بالنسبة لي في الproject ده هو الseparation of concern وsingle responsibility. تمام؟ اللي هو أنت ممكن تحقق function requirements بس الnon function requirements دي حاجة مهمة عشان إن الproject بتاعنا يقدر يfunction بشكل مضبوط وبشكل سليم. وبرضه فكرة اللي أنا أقدر أعدِّل على الproject بتاعي يعني الseparation of concern وsingle responsibility بتفيدنا بإيه؟ إن أي حد جاي يعدِّل، أي حد هيشوف الكود بتاعي فيقدر يعدِّل عليه بسهولة، فبالتالي الproject بتاعي يقدر إيه، نقدر نطوّر فيه ونضيف عليه حاجات جديدة. فالnon function requirements مش حاجة، ما نقدرش نقول على حاجة مش مهمة أو حاجة غير أساسية، لأ هي حاجة أساسية لأنها في الآخر بتأثّر على الapplication بتاعك بشكل مباشر. نيجي عملنا design للAPI endpoints بتاعتنا، قُلنا هتبقى API students هترجّع لنا JSON data، students HTML هترجّع لنا HTML document، students XML هترجّع لنا XML file. أنا اخترت إيه الframework اللي أنا اخترته؟ أنا ما اخترتش framework، أنا اخترت أشتغل على Node.js direct. تمام، ولو في وقت لو حسيت في وقت ممكن نعمل نفس المثال بGo. تمام، ليه أنا اخترت بNode.js؟ لأن أنا زي ما قُلت لكم مش عاوز أستخدم أي framework دلوقتي. أنا عاوز كأن أنا اللي باكتب الframework، كأن أنا باعمل الحاجات اللي أنت بالنسبة لك بتستخدمها على الجاهز لمّا تيجي بتستخدم framework. عشان برضه ده هيفيدك في إيه، أنت ممكن تقول يا عم أنت معصلك الدنيا ليه كده؟ يعني حاسين إن أنت مكبّر الموضوع أوي مش للدرجة دي يعني. لأ هاقول لك ليه، أنت لمّا بتبدأ تشوف الحاجة أصلًا معمولة إزاي، بتبدأ تستوعبها أحسن، وبتبدأ ما تدّيهاش أكبر من حجمها. لأ أنت already خلاص فاهم إنها في الآخر مجرد كود، ما بيعملوش حاجة يعني magic أوي. وفي نفس الوقت بتفيدك لمّا بتحصل مشكلة، بتقدر تعمل debug أحسن، بتقدر تفهم الroot بتاع المشكلة فين، بدل ما بتبقى بتستخدم الحاجة كده بشكل abstract ومش فاهم هي شغالة إزاي.
فأنا ده اختياري اللي أنا لقيت مثلًا حاجة أنسب Node.js والمعلومية أنا يعني مش اشتغلت بNode.js بشكل أساسي، فأنا لسه باستكشفه معاكم صراحةً يعني، حتى لو أنت بتستخدم framework أو لغة تانية لأ عادي، خُش يالّا هنفهم مع بعض. فتعالَ نيجي للproject. أنا بشكل أساسي دي الdata الأساسية اللي أنا عاوز أرجّعها، تمام، تمام. اللي هي الID الstudents الID ما أعرفش إيه الmajor بتاعه كذا، 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 تمام، تمام. خلاص. أول حاجة في الfunction requirements لو أنت فاكر اللي أنا أقوم server، فأنا جيت هنا رُحت مcreate server ماشي، والserver ده هيقوم على port اللي هو 3001 تمام، تمام. طب إيه أول نقطة قُلنا عليها؟ اللي إحنا بناءً على الURL اللي جاي لنا هنبدأ نparse الrequest تمام، تمام. فهنيجي هنا الhandle request أهي دي الmethod فاهمين؟ أنا مقوّم الserver أهو، باقول له handle request فتعالوا نشوف الmethod بتاعة الhandle request. فأنا قُلت الhandle request هنا أهو تمام، تمام. سيبك من الmethod دي مش مهمة، تعالَ عشان مش هتلخبطك. سيبها مش عاوزينها. أنا جالي الrequest الrequest باجيب منه الURL أنت ماشي، وباجيب منه الmethod ماشي، 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 سيبك من ده، سيبك من الmethod get ما علينا، هي كده هنستخدم الmethod get هنيجي للHTTP ونشرح الmethod في الHTTP get وpost والحوارات دي كلها، بس أنت كل اللي عاوزك تركّز فيه اللي أنا استقبلت الrequest الmethod دي بتستقبل الrequest بتجيب منه الURL بناءً على الURL ده هنوصل للbus name الbus name اللي هو إيه، عاوز index.html عاوز الdata students XML students JSON ماشي، فأنا باجي هنا باقول له الbus name ده هل API students والّا لأ؟ طب لو API students هاhandle لي JSON response طب لو students HTML هاندل لي الHTML response لو students XML هاندل لي الXML response هل في حاجة صعبة؟ لأ ما أعرفش، قُل لي لو أنت مواجه حاجة صعبة في التعليقات أو في حاجة سقطت منك. طب لو أنا والله الURL اللي جاي لي مش حاجة من ال3 دول بارجّع له error يبقى أنت هتلاحظ هنا أنا أول حاجة استقبلت جِبت الbus name من الrequest وبناءً على الbus name بدأت أوجّهه لmethod معيّن تمام، أنت لو بتستخدم framework الحاجات دي الframework هيعملها لك by default أنت مجرّد بتدّي له شوية configurations وهو هيودّيك للmethod اللي أنت عاوز تhandle الrequest دي على طول، تمام، كده خلّصنا من اللي هو الhandle request تعالَ نشوف اللي هي طريقة اللي إحنا بنhandle الJSON إزاي ونhandle الXML إزاي ونhandle الtext ونhandle الXML إزاي. ماشي، ماشي. أنا هنا في الإيه يا ربي، قُل معايا تعالَ ده بيsend الresponse تعالَ اللي هو الHTML تعالَ، تعالَ هنا، تعالَ أنا هنا هاhandle HTML أنا كل اللي باعمله بالِف على الstudents وباكريت div في الHTML وبعد كده باباصي الHTML ده اللي هو الrender HTML template بمعنى إيه؟ أنا عندي الHTML template اللي هو student اللي هو فين render HTML template تعالَ شايفين هو مجرد text أهو فاكرين الdocument اللي كانت مكتوبة مجرد string تمام، ماشي، وأنا مسمي الtemplate name ده student list تمام، 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 تعالَ هنا شايفين حاجة total student وشايفين هنا بابص له حاجة اسمها data وهنا بابص له حاجة اسمها data student list ليه؟ لأن أنا باقول له مثلًا لمّا تيجي هنا أنا هابصي لك الdata تمام، الdata دي هيكون فيها student list أنت هتيجي هنا وتحط الdata اللي أنا بعتّها لك اللي هي في الآخر هتكون عبارة عن إيه، عبارة عن إيه، اللي هي الدِفّاية دي بس for loop هتكون أكتر من diff فهو الrender مسؤوليته الوحيدة إنه هيعمل إيه، هييجي للdoc type HTML تمام، هيقراها هنبصي له الdata وهنا في الdata دي في الvariable هيحط الdata اللي إحنا بصيناها في الobject ده تمام، تمام، ده الrender HTML ماشي،
نيجي كده، بعد كده باقول له send HTML response ماشي، باودّي له اللي هو الresponse object بتاع السيرفر لو تفتكر وإحنا Node.js. تعالَ نشوف الmethod دي، نقول له والله write وwrite الdata اللي راجعة لك والcontent type بتاعتك HTML ورجّع له الHTML. الموضوع ممكن تحسّه صعب شوية، بس كمّل، 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 كمّل معايا. نيجي هنا خلاص إحنا هندلنا الfunction دي، تعالَ نهندل الJSON ماشي. الJSON بكل بساطة الrequest بنعمل له إيه بقى، بنيجي هنا student وبنبصي له الstudents على طول ماشي. تعالَ send JSON response الstudents أصلًا عشان إحنا كاتبينها كobject ففي Node.js قادر يحوّلها لJSON object على طول ماشي. send JSON response على طول بيبعتها كJSON وأهو هنروح محوّلينها، هياخد الobject ده اللي هو اسمه students تمام. أنا الdata بالنسبة لي اللي هي بصيت له students أهي ماشي. هاندل JSON ورُحت لهاندل JSON فوق ماشي، اللي هي send JSON response وحوّلت الJSON object ده للفورمات بتاع الJSON. خلّصنا كده، عندنا الsend XML response. تعالَ ده عشان ملخبطنا. أول حاجة عاوزين نشوف الhandle XML response. فين الhandle XML؟ أيوه student XML بيروح بيcreate أول حاجة الXML تمام. تعالَ نشوف الcreate XML هو بيcreate كل حاجة، بيcreate item مش مهم تفهم الكود، يعني مش مهم تفهم الكود ده، إحنا بنشرح فكرة لا أكتر ولا أقل. الكود بتاع الXML ده مش مهم يعني go in details فيه، مش ده الحاجة الرئيسية اللي إحنا بنتكلم فيها حاليًا، مجرد helper function تمام. تمام. فبتيجي بعد ما بيكريت له الXML باقول له send XML response، فعندك send XML response application وباراجع الXML. تعالَ نقوّم السيرفر. أنا قوّمت السيرفر. تعالَ نشوف التيرمينال فين عندنا. ماشي index completed. تعالَ terminal debug ماشي. تعالَ إحنا هنا، تعالَ ناخد الboard URL بتاعنا للحظة الحاسمة. تعالَ أنا هنا باجي ده أنت expected إنه يرجّع إيه؟ JSON صح؟ JSON أهو، صح والّا أنا غلطان؟ رجّع لك JSON. طب تعالَ نروح نشوف حاجة تانية. تعالَ نشوف في الlog بتاعنا. والله أنا عاوزه يرجّع HTML. الفيديو هيبقى طويل بس يستاهل. شايفين؟ رجّع لي HTML. طب تعالَ رجّع لي XML. XML دي فيها غلطة مش ظاهرة لي الفورمات مضبوط. تعالَ ده ممكن يظهرها، ده ظهرها بفورمات ماشي. سفاري شكله معاق شوية في الحوارات دي. فالراجل أهو ماشي، نسيبنا الراجل عرف إن ده XML5 ماشي. شايفين الفورمات نفس الداتا ونفس الحاجة بس الفورمات مختلف.
نرجع لنفس الفكرة اللي إحنا قُلناها، في الآخر نفس الdata ممكن ترجّعها بأكتر من format. مين اللي بيحدد ده؟ بشكل أساسي هو الserver، بس الserver في الآخر هو اللي زي ما قُلنا هو اللي بيقدر يقول والله أنا بsupport format كذا وكذا بناءً على طبيعة الbusiness logic بتاعه، والclient بيبدأ يتكيّف مع الموضوع ده، لإن الclient في الآخر هو اللي محتاج الserver. تمام، تمام. طَب نيجي بقى، تعالَ هنا نرجع للfunction requirements بتاعنا. إحنا قُلنا إحنا كريتنا الserver تمام، الserver will listen on specific port وbased on the URL هنرجّع JSON أو XML أو HTML. الفيديو شكله وقته طوّل على المعتاد، بس في الآخر يستاهل. أنا شايف إن ال3 topics المفروض كانوا ييجوا مع بعض، حاجة نظري مع حاجة عملي عشان المعلومة تثبت. تمام. طَب الnon functional requirements هل إحنا حققناها؟ الseparation of concern وsingle responsibility. تعالَ إحنا هنا نرجع تاني للكود بتاعنا، للكود بتاع السيرفر ده. شايفين كل الlogic في فايل واحد، كل الlogic في فايل واحد. يعني خُد بالك دي حاجة بسيطة، اللي إحنا بنعمله حاجة بسيطة جدًا، جدًا، بس أنت أكيد شُفت أثناء ما أنا كنت بامشي على الكود، يعني تحس إن أنا عمّال أطلع آجي، أطلع آجي، مش عارف فين الكود اللي بيعمل الحتّة دي بالضبط. بالمعنى الحرفي تايه في الكود، مع إنّك لو بصّيت لها هتحس إنها حاجة بسيطة جدًا. ده إحنا 3 endpoints وما فيش logic أصلًا، بنروح نجيب data نقراها من object ونحطها في format معيّن، ده كل اللي بنعمله، بعيدًا بقى عن الحاجات الكتير الهاسل اللي في النُص، بس ده كل اللي بنعمله فعليًا، بنقرا data من object ونحطها إمّا في HTML أو إمّا في XML أو إمّا في JSON. بس شوف أنا كنت باشرح لك تايه بين الmessage وتايه بين كل حاجة. في نفس الفايل في نفس المكان بنكريت سيرفر، بنكريت بورت في نفس الفايل في ملفات الHTML. في نفس الفايل بنعمل الrouting، بنحدد الURL ده المفروض نهندله إزاي. في نفس المكان بنهندل الrequest، في نفس المكان بنعمل parsing بنكريت الXML. فلو حد جه يشتغل على الكود ده بتاعك هيتوه، صح؟ فإحنا حققنا المطلوب مننا، بس مش حققنا الحاجة اللي هتفيد الproject بتاعنا مع الtime. مش هتحقق مع الtime بمعنى إيه، إن لو حد جه ييجي يعدِّل على الكود ده عشان يضيف حاجة جديدة هيواجه صعوبات، فكده في الآخر ده مش في مصلحة الproject ككُل. ليه؟ لإن كل شوية الproject ده هيتطلب عليه تغييرات، هيتطلب عليه تعديلات، فالأفضل إن الحاجة تتعمل مضبوط ومحققين مبدأ الseparation of concern وsingle responsibility. مبدأ الseparation of concern معناه إيه؟ أو بشكل أساسي من غير كلام مجعلص كبير، اللي أنت بيبقى يكون عندك بقى أنت تسمّيها class تسمّيها module تسمّيها حاجة، إن يكون عندك مثلًا لو هنتكلم بلغة الNode.js بيبقى لازمًا كل module تكون خاص بحاجة معيّنة. يعني أنا يكون لازمًا كل module عندي module خاص بالrouting، module خاص إنه يقوّم السيرفر، module إنه خاص بالhelper method، module خاص بالXML. فاهمين قصدي؟ تمام. أنت بقى لو هتاخدها على الobject oriented هتلاقي الclass وإن أنت تdesign الحاجة بحيث إن كل class تكون مسؤولة عن حاجة محددة وحاجة specific. تمام. فده مبدأ الseparation والconcern، اللي إحنا يكون عندنا كل module خاص مفصول عن التاني من ناحية الfunctions اللي هو يعملها، ويبقى مسؤول عن حاجة واحدة بس اللي إحنا بنقول عليها single responsibility. تمام، تمام. نيجي نشوف ده إزاي قدرنا نحققه. أول حاجة كل اللي أنا عملته كريت 3 فولدرات. أول حاجة عندي الhelper وعندي الroutes وعندي الview folder. تمام. وعندي السيرفر. تعالَ بُص السيرفر كل اللي فيه إنه بيقوم السيرفر وشوية logs message كده لا قيمة له. تمام. يعني خلاص أنا كده خلاص عندي الserver.js. شايف هنا الserver.js بيعمل إيه؟ من اسمه بيقوم سيرفر. عمل حاجة أكتر من كده؟ لأ. فأنا كده حققت single اسمها single إيه؟ فروز. الواحد نسي الكلمة. تعالَ والله نسيتها. single responsibility. بقى لي ساعة عمّال أقول الكلمة
والكلمة تاهت من دماغي دلوقتي. responsibility single responsibility حققناها في السيرفر. أنت لو شُفت دلوقتي الكود بتاع الserver.js هو ما بيعملش غير حاجة واحدة، إنه بيcreate السيرفر وبيقوم السيرفر. طب تعالَ هنا السيرفر ده، الملف أو الmodule أو أيًا كان اللي أنت هتسميه، اللي هو الmodule بتاع export server ده، لأ ده مسؤول عن حاجات كتير أوي، تمام؟ مسؤول عن حاجات كتير أوي، مش مسؤول عن حاجة single responsibility حاجة واحدة بس، لأ. فأنا أول حاجة في الكود الجديد أول حاجة خلّيت اللي هو الراجل ده single responsibility، حاطط مبدأ single responsibility خلّيته مسؤول عن حاجة واحدة بس، وحقق المبدأ التاني اللي هو separation of concerns، اللي هو إيه، خلّيته هو مسؤول عن الserver وأي حاجة تانية هيكون في modules تانية مسؤولة عنها. فنيجي لأول حاجة الhandle request هناخدها بالدور كده، إن أنا آجي للrouting. الrouting خلّيت فيه module خاص بيه، تمام، اللي هو الراوتر، سميته الراوتر مثلًا. فالراجل ده الmodule بتاع الراوتر هيكون كل الrouting logic موجود فيه، تمام. بُص إحنا مش غيّرنا حاجة في الكود، إحنا يعتبر خدنا الكود copy paste نقلناه في مكان تاني ونظّمناه وقسّمناه، نفس الفكرة، أنا مش عامل حاجة جديدة، يبقى students get all student HTML ما أعرفش إيه، ما أعرفش إيه، ما أعرفش إيه، XML route HTML route ما أعرفش إيه، وفي نفس الوقت خلّيت الراوتر حاجة generic اللي هو إيه، هو مسؤول بس إنه إيه، إنه يparse الrequest وبناءً على الparsing بتاعه يوديه للJSON route أو يوديه للXML route أو يوديه للHTML route وهُم بقى يهندلوا الbasic logic. يعني حتى في دي قسّمناها أكتر. فنيجي إحنا هنا للراوتر، هو الراوتر أول حاجة هيعمل parse للrequest وبناءً عليه هيكلم specific router، تمام، تمام. فأنا هنا الHTML route الHTML route هو هيستقبل الrequest من الbasic من الgeneric router خلاص هو عرف كده اللي إحنا خلاص إحنا اتأكدنا الراوتر عرف خلاص فِهم إحنا محتاجين HTML والّا محتاجين JSON والّا محتاجين XML. هو عرف إن هو محتاج JSON خلاص هو مسؤوليته وقفت لغاية هنا، هيروح يكلم الJSON router. عرف اللي إحنا محتاجين XML هيروح يكلم XML router. عرف إن إحنا هنكلم محتاجين HTML فهيروح يكلم HTML router. هو مسؤول عن حاجة واحدة بس، الconcern بتاعه حاجة واحدة بس. اللي هو يشوف الroute ياخد الdata من الroute ويشوف إيه الrouter اللي إيه الroute اللي هيhandle الlogic ده، ماشي. فنيجي هنا للHTML route. الHTML route نفس الحكاية، هياخد هييجي يعمل إيه، get illStudent HTML هييجي يعمل generate للديفاية دي بناءً على الdata، تمام، تمام. وييجي هل هو بقى هيكون في الlogic بتاع الrender؟ لأ، هو مسؤوليته إنه يستلم الdata ويgenerate الدفاية دي ويروح يكلم حاجة اسمها template render يقول لها والله أنا معايا شوفي يا template render أنت في عندك ملف HTML اسمه student list روح شوفه بقى أنت دي مسؤوليتك أنت، روح شوفه فين، أنا عاوز أحط فيه الdata دي، تضيف لي فيه الdata دي، اللي هي أول حاجة الstudent count باعمل students list، تمام، تمام. والstudent list ذات نفسها بابصها له، وبعد ما تخلّص رجّع لي الHTML عشان أsend الresponse للراجل. هل فيها حاجة؟ ما فيهاش حاجة. طب تعالَ نشوف بقى الراجل، تعالَ نشوف الrender engine ده الtemplate render. الtemplate render بيعمل إيه؟ قُلنا أول حاجة هو بيكون عنده هو اللي مسؤول إنه يروح يجيب الفايل اللي هو الview وده الfolder التالت اللي هو مثلًا هناخد الstudent list كمثال. الstudent list ما هو إلا الHTML file. الHTML file نفس الحكاية، شايفين أنتم هنا أنا عامل أنا عامل student list هنا، أنا هاجي بناءً على اللي أنا عامله ده، هاجي أقرا الstudent list وأعمل لها replace بالdata اللي أنا عملتها generation في الراوتر، تمام، وكذلك هنا نفس الحكاية. والstudent count نفس الحكاية. خدوا بالكم دي حاجات custom، دي حاجات يعني لأ يعني أنت لمّا تستخدم framework الحاجات دي هتلاقيها بتتعمل by default ليك، مش تستصعب الموضوع. إحنا بننزل low level عشان تفهم الحاجة إزاي شغالة، تمام. فهنيجي هنا template render هيروح يعمل إيه، هيروح يبُص على الملف اللي اسمه الfolder اللي اسمه view
هيجي والله أنا في الtemplate render كنت باعت إيه لو تفتكر، كنت باعت اللي هو روح والله جيب لي الstudent list file اللي هو هيروح يقرا الstudent list HTML وباعت له الdata، فهو يعمل إيه؟ هيروح قاري الtemplate وهاروح أعمل له إيه، هاروح جايبه من الfolder. تمام، أنا كده باقرا الملف ده من الfile system عندي. تاني حاجة أنا باعمل placeholder، باعمل replacement للdata بالdata اللي مبعوتة لي. تمام، يعني بالحاجة الstatic. فين الحاجة الstatic عشان تجمّع معايا، فين يعني دي student list في الآخر دي حاجة static، أنا عاوز أreplace الحاجات دي بالdata اللي إحنا عملنا لها generate. تمام، فالtemplate render مسؤوليته إيه؟ إنه يعمل الوظيفة دي، هو اللي مسؤول عن الconcern ده. تمام، تمام، وهكذا. نيجي بقى للJSON. الJSON route برضه الدنيا فيه سهلة، هيروح يقرا الdata ويحوّلها لJSON. ماشي، هيروح يقرا الobject ويحوّله لJSON. تمام، فين هنا أهو، ويحوّلها لJSON. تعالَ لXML route. تمام، الJSON route تمام، نفس الحكاية، هيروح يقرا الdata وفي الآخر هيستخدم XML helper أهي موجودة في الhelper لوحديها، بتعمل generation للhelper بتاعة الXML وفي الآخر بتعمل response. تمام، ماشي، تمام. عايزك كده تبُص في الكود، يعني أنا عايزك تبُص في الكود كده وتقول لي إيه الحاجة اللي هي معمولة هنا غلط، يعني هادّيك دقيقة أو دقيقتين. مش غلط، يعني إيه الحاجة اللي هي هنا يعني مش حققنا فيها concept الseparation of concern. تمام، تمام. تعالَ أراجع معاك تاني. إحنا عندنا الHTML route بيستقبل الrequest ومسؤول إنه يروح يكلم الtemplate render. الtemplate render بيgenerate الHTML بناءً على الdata اللي هيبعثها له الHTML route. خلاص الHTML route تمام. نيجي للJSON route، بس الHTML route بيجيب الdata بتاعته منين؟ لو في الآخر لاحظ معايا كده من الstudents route، صح؟ صح؟ لاحظ بيجيب الdata، بيقرا الdata من فين؟ من الstudent routes. تعالَ لXML route كذلك بياخد الdata من الJSON route ويروح يكلم الXML helper ويروح يgenerate الXML helper بيعمل له generate الXML وبعدها بيروح إيه عامل send للresponse. يالّا فكّر دقيقة. طب هاستنى دقيقة كده أو نُص دقيقة اللي بيتابع الفيديو، لو كان حد وصل معانا لغاية دلوقتي يبقى برافو، بس هو لو حد طلّعها يبقى فِهم الفكرة اللي أنا عاوز أوصّلها. 2:51 هابدأ أجاوب. ماشي. إيه هي الحاجة هنا اللي مش best practice؟ أول حاجة JSON route. هل الJSON route مسؤول عن الdata أو إنه يكون مسؤول إنه provide الdata للHTML route أو الXML route؟ لأ، هو الراجل ده مسؤول إنه ياخد الdata من مكان معيّن اللي هو store مثلًا، وبناءً على الdata دي يبدأ يعمل generate للresponse بتاعته، صح والّا أنا غلطان؟ ففكرة إن إحنا نخلّي الdata بتاعتنا موجودة جوّه الJSON route والHTML route يروح يقرا منها والXML route يروح يقرا منها، فدي غلط. تمام، تمام. أنا برضه عاوزك تشوف لو في حاجة أنت لاحظتها لأ، ده إحنا كنا المفروض نعمل لها separation of concern بطريقة أحسن أو نهندلها بطريقة أحسن، تشاركنا بده. بس دي أنا كنت سايبها كده كtest بسيط عشان الناس اللي مصحصحة في الفيديو تكون اتأكدت إنها فهمت الموضوع صح. خلاص نرجع بقى. أنا في الproject بقى بتاعي أرجع للspecifications. أنا خلاص بيتهيأ لي خلاص أنا حققت كل حاجة أنا عاوزها، الfunction requirements حققتها،
الcreate server حققته، الserver listen on specific port. تمام. JSON XML HTML تمام وnon functional خلاص تمام. تعالَ بس نrun عشان ما يبقاش ده run وزميله ما رنّش. اقف يا عم على السيرفر. run ازي أخوك يا حبيبي؟ ماشي. تعالَ هنا مثلًا دي الجيسون مثلًا، الجيسون رجّع لي جيسون. تعالَ HTML رجّع لي دي في HTML. تعالَ XML ماشي. تعالَ فين. تعالَ نقارن ما بينهم، عملنا صفحة للمقارنة. ماشي. ده الجيسون الHTML XML ماشي. self script structure ماشي. أتمنى يا جماعة الفيديو يكون مفيد، ويا ريت لو حد شايف في حاجة ممكن نعملها بطريقة أحسن يشارك ده. برضو أنا سايب لينك على موقع قبيلة، لو حد في بوست يعني نشره على القناة هتلاقي اللينك موجود عليه. لو عايز تشارك حاجة، شايف إن في حاجة مثلا ممكن تتعمل بطريقة أحسن، يا ريت تشاركنا فيها. تمام. وهكذا. وشكرا ليكم.